يكون لكم؟ كم يا إخوان؟ نعم؟ وتبغضونهم يبغضونكم. تأملوا وصفان: بغض ولعنة. قال الصحابة: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ كلام إخواني واضح عربية، ولا هي بضاحية ولا نية في صحيح مسلم. أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه والي، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. تكره الحاكم دون الحاكم بشر، يخطئ ويصيب، مثلك مثلا كمثلك. أنت حاكم في بيتك، تخطئ في أولادك، تخطئ في جيرانك، لكن فرق بين أن تنكر ذلك المنكر بقلبك وبين أن تنكر وتحمل السيف وتفتن الأمة. الأول على السنة، الثاني على البدعة والفرقة. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله عليه: السنة مقرونة بالاجتماع، والبدعة مقرونة بالفرقة، دائما هكذا. وهذا مذهب يا إخواني ذكر كثير من أهل العلم الإجماع عليه. كثير من أهل العلم ذكروا الإجماع على هذا المذهب. ابن أبي زمانين في كتابه الذي سبق ذكره، الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم صرح قال: أجمع العلماء على طاعة المتغلب وتحريم الخروج عليه. وظن لإخواني الكرام من هذا الباب قد قرأوه، لكن علينا بارك الله فيكم أن نقبله كما تقبلون قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. لا صلاة من يقرأ فاتحة الكتاب يقبل مثل هذا الحكم. جنبوا ما تكون فتن، كونوا متراحمين متآخين، وشيء التبس عليك اسأل قبل أن تعمل. كم من ناقص عقل يعمل ثم يفكر، والكامل الذي يفكر ويشاور ويسأل يتعلم ثم يعمل. إذا قال ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد كانت أمتنا في الأزمنة الغابرة على خير عظيم. لماذا دوخوا الفرس، دوخوا الروم؟ لماذا قادوا هذه الأمة للخير؟ لأنه ألزموا أنفسهم بالحق. ذكر ابن كثير رحمه الله عليه في كتاب البداية والنهاية، ولعل يختم بهذه القصة. ذكر قصة لقتيبة بن مسلم رحمة الله عليه أنه أرسل جيوشه من الدعاة إلى الصين، وأراد هؤلاء الدعاة أن يبثوا الإسلام في الصين، فوقف في وجوههم ملك الصين، وكان كما قالوا ملكا لا يرفع أمامه بصر، حتى لما دعاهم وجدوه في حصن حصينا، الحصن فقط الذي له قالوا يمثل مدينة كبيرة وعنده أكثر من 90 بابا، رجل في قبة عظيمة. فقال سألهم ما أنتم ماذا تريدون؟ فأجابوه إلى آخره. قال أنا أردكم. قالوا طيب تردنا ويسمح لنا بأن ندعو للإسلام؟ ثم استنجد ببعض الجيران من الدول وأخذ يستشيرهم، فكلهم قال لا قبل لنا بهؤلاء، إن هؤلاء إذا أرادوا شيء وصلوا إليه المسلمين. ثم نادى صاحب الجيش وسأله ماذا تريدون؟ قالوا ندعو الناس للإسلام، نخرج من ظلمات إلى النور. قال له قد حلف صاحبنا أي قتيبة بن مسلم أنه لا يطأن أرض الصين بقدميه، لكن خيار، إما أن يأتي ويأتيك بجيش أوله عندك وآخره عند شجر الزيتون أي بالشام، يعني جيش كبير. فلما أحس ملك الصين بالخطر قال قولوا لسيدكم ليبقى في بلدته، وهذه صحيفة من ذهب كبيرة ملأها من تراب الصين،
أوصلها إليه يضع قدمه على الصين حتى لا يحلف. هذه عزة. ما دام حلف لا يطأن بقدمه أرض الصين، هذا تراب الصين، خذوا إليه. وأنتم الآن أحرار في بلد أدعو. هذه عزة كان عليها المسلمون لما أقاموا الدين في أنفسهم. ولو أن أهل القرى كمل يا إخوان الآية آمنوا واتقوا لفتحنا بابا لبركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. مطالبون بهذا، لكن دائما أقول الإخوان هذا الحق معروف عندنا، والمسلم الحمد لله فرح مسرور بإسلامه، يعلم بأن هذا الدين دين حجة، لا يقوم الدين في وجهه، دين بيان. لكن النصيحة لإخواني كل حق إذا اختفى يأتي شيء في شيء. ربنا عز وجل في عليا الآمر بكل أمر غير محتاج إلى أحد منا، أتى إلى أمة هي خير الأمم تبعت نبيها والصحابة رضي الله عنهم، وحرم عليه الخمر على كم من مرحلة؟ 3 مراحل يتدرج. هذا الصحابة خير من أطاع نبيه، خير من أطاع نبيه، مع ذلك يتدرج معهم يحرم الخمر شيء بشيء. إن النفوس إذا جبلت على شيء صعب فطرها عنه، صعب عليك أن تفطن النفوس إذا جبلت وتربت على ذلك الشيء. لكن الأمر يأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع في شيء إلا شانه. رواه مسلم. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هكذا يتزن المرء ولا يحمق ولا يتهور. فأنا شأني في هذا معكم، أردت لإخواني أن أهدي إليهم هذه الفوائد من كتاب الله، وكلنا الحمد لله نعرف لكلام الله قدره، وكلام الله على رؤوسنا جميعا وأمامنا جميعا ننقاد إليه حيث قادنا، ونعلم جميعا بأن الخير سيأتي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. يقصد الإسلام سيغطي الكرة الأرضية كما غطاها الليل والنهار. سيأتي هذا اليوم، لكن يأتي بالتأني والتدرج والإصلاح ومحاولة الغير على هذا الدين بالإشفاق على الناس. قال تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم لا يكونوا مؤمنين. باخع أي النبي صلى الله عليه وسلم بشدة التفاني لتبليغ الحق للناس كاد يهلك نفسه. باخع أي مهلك نفسك نجي البلاغ. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لآخذ بحجزكم عن النار. الحجز وسط الإنسان، لأن الإنسان إذا مسكته من الوسط كان أمكن ما تكون في إمساكه. إذا أحط بيديك على وسطه لم يتحرك. نعم. قال: إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. معنى الإنسان كالطفل الصغير. الطفل الصغير يشوف الشيء البراق يرتمي نحوه ولو كان نار، لا يدري أنها نار تحرقه، يعجبه نورها. وهكذا الإنسان لما ينظر إلى الشهوات ويعجبه جمالها ينقاد، لكنها تهلكه. والإسلام يعلمك هذا حلال وهذا حرام، هذا طيب وهذا خبيث. ولعلي أنتهي إلى هذا، إن كانت الفوائد هذه الصورة كثيرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، وأن يثبتنا على ما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في دينه ويعلمنا التأويل، وأن يشرح صدورنا بهذا الكتاب العظيم، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وأن يحيينا على التوحيد والسنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.